السويس دائما مدينة صغيرة هادئة حتى القرن ال19، تقوم بوظيفة الميناء الذي يربط مصر بالأراضي المقدسة والشرق عموما. وبحفر قناة السويس دخلت مدينة السويس عهدا جديدا من تاريخها، فازداد نمو العمران فيها وازداد عدد سكانها بمعدلات سريعة. وتبدأ نهضة السويس بشق القناة وإنشاء ميناء بور توفيق وتوسيع الحوض ليستقبل السفن القادمة إلى الشرق الأقصى وحوض إصلاح السفن. بينما نتجول في السويس سنجد أن جانباً من تاريخ المدينة يعود للأسرة العلوية ما زالت بصماتهم حاضرة، فهذه الحديقة الفرنساوي من أقدم الحدائق في المدينة، عمرها يتجاوز 150 عام، وتضم مجموعة من الأشجار الجميلة والنادرة. وهذا أيضاً واحد من أشهر مباني السويس، قصر محمد علي باشا، يقع بالقرب من الكورنيش القديم. أنشئ في عام 1812 في عهد محمد علي باشا، ويتكون من طابقين وقبة عالية، حيث كان مقراً لعائلة محمد علي للإشراف على إنشاء أول ترسانة بحرية مصرية. كذلك كان مقراً لإبراهيم باشا ابن محمد علي أثناء تخطيطه لحملاته العسكرية للحجاز والسودان. خصص إبراهيم باشا جانباً من القصر لإنشاء ثاني أقدم محكمة شرعية في مصر خلال الحكم العثماني، والتي تم افتتاحها عام 1868، وما زالت اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة. وحالياً هناك مشروع لتحويل القصر لمركز إبداع متطور يكون مركز إشعاع ثقافي لمدينة السويس. ونحن نواصل
التجول في شوارع السويس تقع عيوننا على تلك البيوت المتميزة المبنية على طراز فرنسي كان يسكنها مرشدو هيئة قناة السويس قبل التأميم. وللسويس طابعها المعماري المتميز المستمد من بيئتها الجغرافية والطبيعية، وهو البناء بالخشب والدبش والمعروف بالطريقة البغدادلي، وهذا هو النمط الذي كان سائداً في الأحياء الشعبية، وما زالت هناك ندرة من المباني بهذه الطريقة خاصة في حي الأربعين. ومعظم هذه المباني طالها العدوان الإسرائيلي أثناء الحروب التي خاضتها مصر. وتعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد، وهي قناة ملاحية عالمية مهمة تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، ويصبغ عليها هذا الموقع الفريد طابعاً من الأهمية الخاصة للعالم ولمصر كذلك. الموقع الجغرافي لقناة السويس يجعلها أقصر طريق بين الشرق والغرب بالمقارنة مع طريق رأس الرجاء الصالح.
ما زلنا نتجول في ميادين مدينة السويس. وصلنا لميدان به صور للفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، النجم اللامع الذي تفخر به مدينة السويس. هو واحد من ألمع أبنائها. ولد إسماعيل ياسين في العام 1912 لأب ميسور الحال. عمل في صياغة الذهب في شارع عباس بالسويس. تلقى الفنان إسماعيل ياسين تعليمه في السويس، ثم غادر إلى القاهرة وهو في سن 17 ليشق طريقه في عالم الفن. وما زالت السويس تفخر بابنها الفنان السويسي الأصيل. الأرض دي أرضي أحميها أنا وولدي، أديها بالأرواح وتعيش يا بلدي. أي والله أديها بالأرواح وتعيش يا بلدي.